انت عارفة ان في لحظة ممكن تغير حياة ابنك 180 درجة؟ اللحظة دي بقى ما بتحصلش ولا في الشارع ولا في المدرسة، اللحظة دي بتحصل كل يوم وانت ما بتكونيش واخدة بالك خالص. تعالي اقولك امتى وليه. انا عارف انك كل يوم بتتعبي وتقعدي تجري هنا وتجري هنا، يعني بتحاولي توازني كده ما بين شغلك وشغل البيت وتربية اطفالك، وفي نفس الوقت انت كمان بتحافظي على اعصابك وسط دوشة ما بتخلص. بس رغم كل ده انت بيجي عليكي اخر كل يوم تقعدي تفكري وتبصي في السقف كده وبتسرحي وبتقعدي تقولي لنفسك هو انا فشلت؟ هو انا كل اللي انا بعمله ده على الفاضي؟ اوعي تفتكري انك انت بس اللي بتحسي الاحساس ده، لا، ده كل ام بتحس نفس الاحساس. بس خليني اقول لك الحقيقه بوضوح، مش كل حاجه ابنك بيعملها غلط بتكون انت السبب فيها. يعني في حاجات اصلا مش بايدك، في ضغوط من الدنيا ومن اصحابه ومن الموبايل والمدرسه، يعني انت ذات نفسك ما تعرفيش تتحكمي في كل ده. علماء النفس بيقولوا لك ان الام اصلا مش مسؤوله عن كل غلطات ابنها، بس مسؤوله عن رد فعلها عند الغلط. يعني من الاخر كده ابنك لازم يغلط، وده الطبيعي على فكره. يعني انت لما ابنك يجي يحكي لك هيلاقي حضن يسمعه بقى ساعتها، ولا هيلاقي لجنة محاسبة بتحاسبه؟ يعني لازم ابنك يكون واثق ان هو مهما غلط انت هتكوني جنبه، مش هتسيبيه وعمرك ما هتكسريه. اللحظة اللي بتفكري فيها انك مش كفاية هي نفس اللحظة اللي ابنك مستني فيها انك تكوني سند ليه. ابنك مش محتاج ان هو يتعامل على انه مشروع نجاح او درجات امتحانه، هو محتاج انك تشوفيه كبني ادم، يعني بيجرب ويغلط ويتعلم، واهم حاجه تكوني جنبه. الامومه مش سباق ولا شهاده تقدير هتاخديها اخر السنه، هي رحله متعبه، بس انت طول ما بتعملي اللي عليكي فانت ناجحه غصب عن اي نتيجه. يعني افتكري كده كل ما ابنك يرجع لك وهو عامل مصيبه اعرفي ان هو لسه شايفك مكان امان، فخليكي واعيه واعرفي ان ابنك مش محتاجك تكوني ام مثاليه، هو محتاجك تبقي واقعيه اكتر. لما يحكي لك على غلط وعمله تكوني واقفه جنبه وتعلميه. دي بقى التربيه اللي بتبني راجل، مش طفل كده بياخد درجات وخلاص. وتابعيني عشان نعرف ازاي نربي ولادنا صح.